نقدر نقول للناس ايه بقى اللي هتنزل تنتخب السنه دي كده في مجلس الشعب في اصوات بفلوس؟ ترضي ضميرها، ما فيش كلام فاضي من ده بتاع فلوس فلوس ايه؟ الفلوس دي هتغني؟ لا يا بابا دي ولا تمن مؤاخذة يعني أكلة ولا بتاع. يعني كل واحد بيبيع صوته بفلوسه وبياخد مقامه. طبعا بيضيع كرامته وكرامة الناس وكرامة المرشح نفسه. مش عايزة كلام. بالظبط يا حاج. مش عايزة كلام. حبيبي ربنا يديك حبيبي. الصحه يا رب. حاج هتنتخب السنه دي يعني؟ إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. بصوتك النهارده امانه. صوتك النهارده مش معناه 200 جنيه خدتها او معناه فلوس دفعتها علشان صوت بعته زي ما بنشوفه زي ما فين الفلوس يا عم؟ تجري فين؟ كلام واضح وصريح. الراجل طلع عايز ال 200 جنيه بتاعتي. كلنا شفنا المشاهد دي وكلنا ضحكنا عليها، بس النهارده الموضوع مختلف. النهارده في تطوير وفي خطه الرئيس حاططها عشان مصر تبقى احسن، واحنا ان شاء الله من وعي الشباب ومن وعي الناس وبنسمع صوت الناس في الشارع وعايزين نوصل صوتنا لما ننتخبه يكون هو قد الامانه، لان ده الصوت اللي الحكومه هتسمعه ودي حاجه مهمه جدا. الانتخابات من فضلكم نقوا وما تفتكروش ان ده امر بسيط. ده مش ده صوتكم اللي انتوا بتدوه واللي احنا هنسمعه او من خلاله هيطالبوا بحقوق وهيبقى عليهم التزامات. الله اكبر. ازيك يا حاج؟ عامل ايه يا حاج؟ ازاي اخبارك؟ انا اسف يا بابا معلش عايز اتكلم معاك كلمتين. لنا الشرف. حبيبي اسم حضرتك ايه؟ من حسن زرفار. فكار. ما شاء الله يا بابا. ازاي البرنامج ان انا بتكلم مش بايد مرشح بشخصه، لا احنا بنتكلم ان الرئيس طلع واتكلم معانا وقال لنا نختار صح جدا مين هنديله صوتنا علشان صوتنا ده هو الصوت اللي الحكومه هتسمعه طبعا. طبعا صح؟ اكيد ده همزه الوصل الكبيره يعني. طب يعني من خبره حضرتك كده وسنين حضرتك في عمرك ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يخليك. عضو مجلس الشعب مهم جدا ان احنا نختاره علشان هو بيفيدنا صح؟ طبعا اكيد مش عايزه كلام. ما تفكرش ابدا في ان ده ممكن يجيب لك اكتر، لا. دور على اللي عنده منطق وعنده موضوعيه وعنده انصاف وعنده امانه، لانه لما هينصفك هينصف مصر برضه. هو همزه الوصل بيننا وبين الحكومه او بيننا وبين الاداره. بالظبط. هو اللي يوصل صوت الناس اللي بصوتها مش هيتسمع. بالظبط. لازم يكون امين ومحترم وراجل شخصيه ومش اي كلام. هنقول ايه بس هنقول الحق. صح يا حاج. صح يا حاج. شهيب وصلاح بيه شهيب واحمد شهيب كان دراعه راح في حرب الفلوجه. يا تاريخ. فتاريخ طبعا. فكانت انتخابات نزيهه جدا ونظيفه جدا ده من ايام عبد الناصر الصراحه يعني. طبعا.